السلام عليكم المشاهدين ديالي الحباب ديالي، كيف نتوما؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كاملين، اللي داخل المغرب واللي خارج المغرب فين ما كنتوا. نتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي باحسن الاحوال، ورمضان مبارك سعيد وعواشركم مباركه ان شاء الله. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الفيديو بسيط وفي نفس الوقت لذيذ. كما كتشوفوا هذا هو فطوري. غادي نشارك معكم اليوم همبرجر، يعني بالكفتة تاع الدجاج، ويعني مسائل بسيطة كيكونوا في المنزل او لا وخير لشيتهم، يعني ماشي تكلفة يعني بزاف. اللهم شي بنادم يدير شي حاجة ديال الدار بيدو ويعرف شني كياكل حسن من الزنقة. انتم المشاهدين ديالي، عندي هنايا بريوش ولا بويو كل واحد كيفاش كيسميه. ما شاركتش معكم الطريقه ديال العجينه ديالو مره اخرى ان شاء الله، حيتاش في رمضان راكم عارفين مره كتكون خاطر تصور ومره ما كتكونش. المهم لا اله الا الله وصافي محمد رسول الله. عندي هنايا الكفته نتاع الدجاج اللي غنستعمل ان شاء الله، خليكم معايا تشوفوا الطريقه. وعندي هنايا صوبه ديالي. المهم انا راه كنستعمل غير صوبه، المشاهدين ما كنديرش يعني الحريره بالدقيق والتشيشه وداك الشيء. المهم مره كنعمل التشيشه هذيك رقيقه، وكنعمل الشعريه وصافي. يعني صوبه غير بالخضره، ما كنعملش الطحين حيتاش الطحين كيجي ثقيل على المعده الصراحه، ما تقدريش تاكلي شي حاجه عاد ملي تشربي الحريره. وعندي هنايا الكبده طيبتها في الماء مع الليمون وشويه د الملح. غادي نوريكم الطريقه ديالها، غير تابعوا الفيديو حتى الاخر وتشوفوا الطريقه نتاع الكبده ديال الدجاج كيفاش كنطيبها، كتجي بنينه حتى هي ما شاء الله. يلا بسم الله على بركه الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندي هنايا كما قلت لكم الكفته نتاع الدجاج، غادي نعمل فيها شويه نتاع الابزار وشويه د الملح وشويه د الخرقوم. سمحوا لي ما بانش يعني ما بانتش العطريه مزيان. المهم العطريه راه غديروا داكشي اللي بغيتو نتوما. وعندي هنا واحد البصله صغيره عفوا، وواحد الفصوص نتاع الثومه وشويه نتاع المعكنوس. هادشي اللي غادي نعمل الكبده، عفوا الكفته نتاع الدجاج. والله الا تلفت وصافي بعد ما عملت التلموله الكفته نتاع الدجاج والزيت بلديه مثلو شويه عاوتاني. المهم الصوبه ديالي ها هي راه قربات يعني طيب، غادي نطفي عليها. درت ليها الشعريه وزدت ليها الكنور اللي شاركت معاكم، وشويه نتاع مطيشه نتاع المعلبات. وهذه هي الكفته ديالي بعد ما قديتها في واحد المول اللي كنقطع به، اللي كنصاوب به الحرشه عفوا. هذا المهم صوت يعني باش تجيني مقاده وكان صافي. المهم قطعت هنايا البصله يعني مدوره، والفلفل حمراء والفلفل خضراء. غير سمحوا لي راه شي حاجه كتبان وشي حاجه ما كتبانش. المهم غادي نشحر هنايا البصله المشاهدين بشويه نتاع الزيت، غير شويه. غادي نشحر البصله ديالي وحتى الفلفل كما كتشوفوا. المهم غير سمحوا لي اقبلوا على التصوير ديالي. كما قلت لكم راه كنشد غير باليد باش كنوريكم يعني التفاصيل صافي. وغنعمل البصله هي الاولى والفلفل عاد الكفته كما كتشوفوا. دابا يعني وجدت كلشي باش نعمر. عندي هنايا الخاص وعندي هنايا الكفته اللي طيبت والفرماج والفلفل والبصله اللي شحرت. هادو هما المسائل. وعندي هنايا سميتو كيتشوب واندلس خلطتهم باش ندهن بهم البريوش ديالي. هذا هو يعني هذا الشيء اللي غادي ندير ان شاء الله. تابعوني. هانتوما بعد ما دهنت يعني قسمت البويو على جوج، غادي ندهنوه يعني بهذاك لاصوص اللي خلطت، ونعملو شويه د الخس. المهم بحال هيدا غير. المهم راه حتى واحد يعني ما بقاش في هذا الوقيته يعني ما عرفش يعني المسائل وكيفاش يصاوب وكيفاش يقاد. انا غير كنشارك معكم وكنعطيكم يعني كفكره. وبنادم هذا كيتعلم من هذا، حتى واحد ما خلق يعني عارف شي حاجه. والمهم غير وريتكم الطريقه ديالي كل مره وكيفاش يعني كنعمرو.
ديجا شاركت معكم واحد المره يعني فحالو بالكفتان تاع يعني البقري، وصافي كنعملو الفرماج وكنعملو سميتو طبقه نتاع الكفته. والكفته تقدروا ديروا ديال الدجاج ولا تقدروا ديروا حتى ديال هذاك البقري، راه كتجي مزيونه عاوتاني. وكنستمروا بحال هيدا وكنزيدوا البصله والفلفل. المهم الطبقات راه كتبقى اختيار ديالكم، تقدروا تزيدوا حتى يعني طبقه اخرى نتاع الفرماج ولا نتاع المهم الكبده راه سميتو عفوا راني مشيت مع الكبده. الكفته راه تقدروا يعني ديروا غير وحده وديروها شويه غليظه، ومن الفوق تقدروا تزيدوا بحال هيدا لاصوص يعني اللي خلطت، يعني كيتشوب كيتشوب واندلس، اولا ديروا المايونيز كل واحد وشني كيدير. صافي ونحطوا بحال هيدا كما كتشوفوا المشاهدين ديالي، راه ساهل وكما قلت لكم راه كيجي بنين الصراحه والله كيجي واعر. صافي ملي غادي نسالي نكمل يعني كلشي نعمرهم، غادي نخليهم حتى نوقف عليهم ان شاء الله يقرب المغرب. ديك الساعه غادي نسخنهم في بانيني، اللي بغى يسخنهم في بانيني اولا في الفران ولا في اي حاجه. المهم بغيتو نتوما تسخنوا يعني داكشي باش يبقى سخون وصافي باش تاكلوه سخون كما قلت لكم. صافي راه ساهل وبسيط. المهم راني غير شاركت معكم الطريقه ديالي، وكل واحد خيره في دارو كما قالت واحد الاخت. اللهم لك الحمد، اللهم اديمها واحفظها، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. هذه هي الكبده ديالي. بعد ما عملت البصله قطعت هنايا 2 البصلات كما كتشوفوا و2 ديال مطيشات كبارين. غادي نعمل البصله ومطيشه، غادي نخلطهم، غادي نخليهم يتشحروا مزيان. عاد ديك الساعه نعمل الكبده. المهم غادي نعملها على هادي، على هاد اللي كنعمل على العافيه باش ما كتجيش العافيه مجهده. وكما كتشوفوا عملتها في الطاجين تاع هذيك نتاع التراب. ها انتما عملت ليها العطريه، شويه د المعكنوس وشويه تسكينجبل وشويه د الخرقوم وشويه نتاع القرفه وشويه نتاع الابزار والملح والزيت. وعملت شويه نتاع الزبيب مقطعته يعني صغيور. الا بغيتو نتوما ما تزيدوش الزبيب ما تزيدوش ماشي مشكل. المهم راه كتجي معسله. ملي كنديروا القرفه يعني في شي حاجه راه ضروري تجي معسله شويه. المهم عملت الزبيب باش تجي معسله. ايوا هذا هو فطورنا. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. غير كنشارك معكم اللي كاين المشاهدين ديالي غير قبلوا عليا وصافي. وإلا عجبكم الفيديو وبقيتوا حتى الاخر ما تنساونيش باللايك والاشتراك وشكرا لكم.